لو بتحب رز بلبن كريمي وقوامه مظبوط ووشه مكرمش وشكله يفتح النفس، يبقى الفيديو ده علشانك. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض أحلى رز بلبن بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، لكن النتيجة هتكون زي أشهر محلات الحلويات ويمكن أحلى كمان. خليكي معايا للنهاية علشان أقولك كل الأسرار اللي تخلي الرز بلبن يطلع معاكي كريمي ومتماسك ووشه مكرمش ولذيذ من أول مرة، وهقولك كل الخطوات اللي تخليه يطلع معاكي بالشكل والجمال اللي انت شايفاه ده. ولو انت أول مرة تشوفيني يسعدني جدا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. في البداية يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. حضرت حلة ونزلت فيها بنص كوباية من الرز، وطبعا الرز غسلته واتأكدت من نظافته وصفيته من المية تماما. هضيف عليه كوبايتين مية، وده علشان أنا هستخدم النهاردة كيلو حليب. نفهم من كده إن كل كيلو حليب أو لبن بنستخدم مع نص كوباية رز وكوبايتين مية. الأول كده هنقلب الرز في المية كويس وهنرفع الحلة على النار ونشغل النار نخليها متوسطة خالص زي نار الشمع كده، عشان احنا يا جماعة النهاردة مش هنقع رز في مية، احنا هنسوي رز على طول. بغطي الحلة وبين كل فترة والتانية كده برجع الرز وأقلبه تاني عشان الرز ما يتكتلش أو يتماسك في بعضه. الرز مش بياخد وقت خالص في التسوية، يعني 10 دقايق بس مش أكتر، وبيكون الرز شرب المية واستوى واداك النتيجة اللي انت عايزاها. ومش معنى إن الرز استوى إن احنا عايزين رز مفرفر، احنا عايزين رز لين ومستوي بزيادة. وعلشان توصلي للنتيجة ديت لازم تكون النار هادية خالص علشان المية ما تتبخرش والرز يستوي، وعلشان كمان الرز ما ياخدش أرضية ولونه يتغير. بسيب الرز على النار يكمل تسوية. الخطوة اللي بعد كده معايا كيلو من الحليب الصابح، ويفضل إننا نعمل رز بلبن صابح يكون لسه جاي من عند اللبان، يعني اللبن كامل الدسم مش لبن مبستر أو لبن جاي من السوبر ماركت، علشان يديك طعم غني وقوام كريمي لرز بلبن. تمام. ولازم طبعا نكون جايبين اللبن من حد مضمون وضامنين نظافة اللبن، أو ممكن تمرري اللبن على مصفى وتصفيه وتتأكدي من نظافته. بفضي اللبن في طبق أو بولة، وبضيف على اللبن كوباية إلا ربع سكر أبيض، وخلي بالكم يا جماعة من لون السكر علشان ما يغمقش منكم الرز بلبن بعد التسوية. وأضيف كمان عليه ذرة من الملح، ذرة صغيرة جدا علشان تسهلك طعم الرز بلبن، وبلاش يا جماعة تستغنوا عنها علشان بتفرق في الطعم. بضيف كمان معلقتين كبار مليانين من الكريم شانتيه، بيظبط قوام الرز بلبن وبيخليه كريمي. وبعد ما بضيف السكر والكريم شانتيه والملح على اللبن بقلب اللبن كويس علشان السكر يتأكد إن داب تماما. وبالنسبة لإضافة السكر أنت ممكن تزودي أو تقلي عن كده، دي إضافة نسبية أو حسب الرغبة. بس كمية السكر اللي ضفتها كانت بالنسبة لي كويسة جدا ومظبوطة. في الوقت ده الرز كان شرب المية اللي حطيتها له واستوى بقى زي العسل. على طول بنزل عليه باللبن بعد ما ضفنا عليه السكر والكريم شانتيه وزرة الملح، وبقلب الرز تقليبة كويسة كده عشان يدخل كل المكونات في بعضها والرز يشرب من اللبن والطعم. ولو انت عايزة تضعفي كمية رز بلبن، يعني مثلا عايز تعملي 2 كيلو لبن، يبقى هتضعفي كل المقادير اللي احنا حطيناها. وخليكي عارفة متأكدة إن كل كيلو لبن بياخد نص كوباية رز وكوباية إلا ربع سكر، يعني الاتنين كيلو لبن هياخدوا كوباية رز كاملة وكوباية ونص سكر. المقادير دي مظبوطة جدا ومتجربة. وبعد ما ضفت اللبن على الرز هاخد نص كمية لبن بالرز وهحطهم في شفشق الخلاط، وهشغل عليهم الخلاط لفة واحدة بس مش أكتر، على أساس إن حبة رز بس تقسم النصين. الخطوة دي بتفرق جدا في قوام الرز بلبن وتخليه كريمي أكتر. وبعد ما شغلت عليه الخلاط وضربته وبقى بالشكل اللي شايفوه ده، بفضيه تاني في الحلة على بقية رز بلبن. عايزة أقول لكم إن الخطوة دي مش بتخليكم تستخدموا نشا كتير للرز بلبن. ولو أنت عايزة تستغني عن النشا خالص، هتضيفي الكمية اللي معاك كلها في شفشق الخلاط وتشغلي عليها الخلاط واضربوها مرة واحدة بس. الرز بلبن هيبقى كريمي وهيلف لوحده ومش هيحتاج منك نشا خالص. أهلنا زمان كانوا بيعملوه كده وكان بيطلع معاهم زي الفل. وبضيف كمان معلقتين كبار مليانين من جوز الهند الناعم، بيعلي النكهة وبيخلي طعم الرز بلبن حكاية. وفي الوقت ده بنكمل تسوية الرز بلبن على نار متوسطة. الرز بتاعنا مستوي ومش محتاج يفضل على النار كتير علشان كمية اللبن ما تتبخرش. أول ما بيغلي على طول كده بقوم محضرة النشا عشان أضيفها عليه. معايا نص كوباية لبن، هضيف عليها معلقة صغيرة مليانة من النشا أو من الكورن فلاور. بقلب النشا في اللبن كويس لحد النشا ما يدوب، وبضيفه على الرز اللبن اللي في الحلة. وأول ما بضيفه بقلب على طول علشان النشا متنشفش كده أو تكتل. ومش ببطل تقليب خالص أو برفع إيدي من الرز باللبن إلا متأكد إن النشا استوت كويس. بعد إضافة النشا على الرز باللبن بنلاحظ إن الرز باللبن تقل وقوامه اتغير واستوى بقى جاهز معانا. وآخر إضافة بنضيفها قبل ما نطفي النار بثواني معايا كيسين من الفانيليا، بضيفهم على الرز بلبن وبقلب تقليبة واحدة بس وبطفي على طول. الرز بلبن استوى وريحته جميلة وده قوامه المظبوط اللي احنا عايزينه. وعلى طول مش بنسيب الرز بلبن يبرد في الحلة، بنحضر أطباق التقديم ونحط فيها رز بلبن
علشان يتماسك ويبرد في الطبق وياخد شكل الرز بلبن اللي احنا بنحبه، سواء كان مكرمش أو واخد لون جميل في الفرن أو حتى بالمكسرات. الرز بلبن من الحلويات الجميلة جدا اللي كلنا بنحبها في الصيف أو في الشتاء، سخن أو بارد. ناس كتير مننا بتحبه هو سخن كده في الشتاء، والله عليه هو ساقع مع إضافة معلقة آيس كريم فانيليا أو حتى معلقة قشطة. طعمه بيروح في حتة تانية خالص، وكأنك قاعدة في أكبر المحلات وبتطلبي رز بلبن وبتقدم لك بسعر عالي جدا. النهاردة بكيلو لبن وشوية مكونات موجودين كلهم في مطبخك هنعمل كمية من الرز بلبن في البيت، نتيجة طراوة موفرة وهتكفي الأسرة كلها. ومش هقولك الطعم والشكل زي اللي بتشتريه أو التكليف في أكبر المحلات، لا ده أحسن بكتير. وإن شاء الله تعمليه بنفس الطريقة وبنفس المقادير وهتحكمي عليه بنفسك وهتنبهري بالنتيجة. والعشاق رز بلبن بالمكسرات، أول ما نحط رز بلبن في الأطباق بنضيف عليه المكسرات على طول، مش بنسيب رز بلبن في الأطباق يبرد. والمكسرات اللي بنضيفها على الرز بلبن بيكون جوز هند وزبيب أو أي نوع تاني من المكسرات تكون بتفضليه أو متوفر عندك. بنضيف الزبيب على الرز بلبن وهو سخن قبل ما يبرد عشان الزبيب يشرب من الرز بلبن ويبقى طعمه زي السكر. وزي ما انتم شايفين كده أنا حطيت الرز بلبن في أطباق وضفت عليها وزينتها بالمكسرات اللي بحبها. كمان حطيت من الرز بلبن في أطباق تانية وهسيب الأطباق ديت من غير مكسرات علشان وشها يكرمش. ودلوقتي هقولك على سر كرمشة وش رز بلبن. بعد ما بنحط رز بلبن في أطباق بنسيبه يبرد تماما على رخامة المطبخ، مش بندخله التلاجة خالص غير لما يبرد. بعد الرز بلبن ما بيبرد بندخله التلاجة وبنسيبه في التلاجة مش أقل من 6 ساعات. بنخرجه من التلاجة بنلاقيه تماسك ووشه كرمش، وبنلاقي رز بلبن شكله بقى زي الرز بلبن اللي بنشتريه من أكبر المحلات بالظبط. وكمان حطيت الرز بلبن في طواجن علشان أدخلها الفرن وتاخد اللون والشكل الجميل اللي انتوا شايفينه. بشغل الشواية بتاعت فرن البوتاجاز وبدون إضافة أي حاجة على وش الرز بلبن اللي في الطواجن. بدخل الطواجن الفرن وبحطها على الشبكة واسيبها تاخد لون من فوق. الطواجن مش بتاخد وقت في الفرن وبتاخد لون بسرعة. بطلع الطواجن من الفرن وبحطها مع الأطباق اللي هسيبينها تبرد. بعد ما تبرد بدخلها التلاجة. ورز اللبن اللي في الطواجن بيبرد ويتماسك ويعمل كرمشة حلوة أوي تعجبكم. ده غير بقى الريحة والطعم الجميل المميز اللي الطواجن بتاخدها من دخولها الفرن. وده كان شكل الرز بلبن بعد ما عدى عليه ليلة كاملة علشان كنت محضراه من بالليل. الرز بلبن متماسك ووشه مكرمش وكريم وطعمه رهيب. ومتهيألي إن الرز بلبن من شكله بيتكلم عن نفسه. أما بالنسبة للطعم إن شاء الله تعملوه بنفس الطريقة وبنفس المقادير وتحكموا عليه بنفسكم وبألف هنا وشفا على قلبكم وتسلم إيديكم وعينكم مقدما. ولو لسه مكملين ووصلتوا معايا لحد هنا والفيديو عجبكم واستفدتوا مني ولو بمعلومة بسيطة، ما تنسوش تحطوا لايك وكومنت حلو ده منكم وتشيروا الفيديو كل حبايبكم. وأشوفكم بخير الفيديو الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.